اوعى يكون في حد كان مستني بيراميدز يكسب وياخد الكاس والجو الحمضان ده. النادي الاهلي يتوج بكاس مصر للمره ال 38 في تاريخه بعد فوزه على نادي الطموح بهدفين مقابل هدف. وانت اصلا مستني ايه من نادي تم انشاؤه عشان يرازي النادي الاهلي؟ مستني ايه من نادي حاطط جايزه 750 الف جنيه لكل لاعب في حال فوزهم على النادي الاهلي؟ هي اصلا مكافاه الكاس كام عشان تدي كل لاعب 750 الف جنيه لو كسبوا الكاس؟ هو انتوا عاملين النادي عشان تخسروا مش عايزين تكسبوا؟ لحد النهارده ما كسبتوش ولا بطوله وجايين عشان تاخدوا الكاس من النادي الاهلي. انا عايزكم بس تتغطوا وانتوا نايمين. اشتروا تذاكر المباراه بمليون و200 الف جنيه عشان ما تروحش لجماهير النادي الاهلي، وهم اصلا ما عندهمش جمهور غير 50 او 60 واحد. وكانوا عايزين يجيبوا حكام اجانب مش عارف ليه، مع انهم عارفين ان هم كده كده هيخسروا قدام النادي الاهلي. القصه كلها ان الفرقه دي مش مركزه في بطولات وفي لعب كوره، الفرقه دي مركزه ان هي تغيظ النادي الاهلي بس. عشان كده ما كسبوش ولا اي بطوله وعمرهم ما هيكسبوا اي بطوله في تاريخهم. وفي انباء كمان بتقول ان نادي بيراميدز خلاص هيقفل، يعني دخلوا وخرجوا من التاريخ من غير ما يكتبوا اسمهم حتى بالرصاص. هكلمك النهارده عزيزي الاهلاوي عن مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز في نهائي كاس مصر موسم 2021 2022، وهكلمك عن احتماليه حرمان النادي الاهلي من المشاركه في البطولات الافريقيه لمده 3 سنين. وانا مش بقول العنوان ده عشان يشدك وتقعد تتفرج على الفيديو، لا الكلام ده حقيقي. وهنتكلم كمان عن حكام مباراه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقه النهارده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ عزيزي الاهلاوي الجميل، الاهلي بيفوز بكاس مصر للمره ال 38 في تاريخه. وقبل ما نتكلم عن اي حاجه احب اقول لك ان احمد عبد القادر ما كانش موجود في قائمه مباراه بيراميدز لانه مصاب، لكن ولا في خناقه بينه وبين كابتن سامي قمصان ولا الكلام اللهبل ده اللي الصفحات البيضاء عماله تنزله بقالها كام يوم. ندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع عشان بس نكون متفقين من اولها، الفرقتين نازلين الماتش خايفين. بيراميدز خايفه تخسر ونفسها تاخد اول بطوله ليها في التاريخ. النادي الاهلي مش عايز يخسر عشان ما يزعلش الجماهير اللي في الاستاد، ولكن المدرجات فيها 10,000 راجل قادرين ان هم يجيبوا الكاس بكل سهوله. مارسيل كولر نزل بالخطه المعتاده 4-2-3-1. محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه 2 قلب دفاع رامي ربيعه واحمد عبد المنعم، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول. قدامهم 2 في نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه، قدامهم 3 ناحيه اليمين بيرسي تاو، ناحيه الشمال حسين الشحات، وفي النص عمرو السوليه وكهربا راس حربه. الشوط الاول ما كانش فيه اي كوره حلوه من الفرقتين خايفين وعاملين حساب بعض كويس قوي. طبعا باتشيكو خايف من اي قذيفه، فساد يا باتشيكو. ومارسيل كولر محترم فريق بيراميدز. لاعيبه بيراميدز كانت بتلعب كرة قدم امريكيه والحكم امين عمر مش واخد باله. في بدايه الماتش رمضان صبحي قطع التيشيرت بتاع محمد هاني وامين عمر ما حسبش حاجه. الدقيقه 23 رامي ربيعه بيتصاب بعد ما رمضان صبحي عمل نفسه كوبري ووقع من عليه رامي ربيعه، وبيخرج رامي ربيعه عشان مش هيقدر يكمل الماتش وبينزل مكانه ياسر ابراهيم. ده كله في الدقيقه 23. خلص الشوط الاول بدون اي خطوره على اي مرمى من الفرقتين وانتهى بالتعادل السلبي بدون اي اهداف. بيبدا الشوط الثاني مارسيل كولر بنفس الخطه ونفس التشكيله ما غيرش فيها اي حاجه، عشان في الدقيقه 59 عمرو السوليه بيتعب وما بيقدرش يكمل الماتش وبيطلب التغيير، عشان زي ما قلت لك ان لاعيبه بيراميدز حرفيا كانت بتلعب كره قدم امريكيه وامين عمر عامل نفسه مش واخد باله. المهم بيطلع عمرو السوليه في الدقيقه 59 وبينزل مكانه محمد مجدي قفشه. طبعا كرة زي دي اللي حصلت مع محمد مجدي قفشه اقل حاجه فيها انذار، لكن اللعب مشي عادي جدا وامين عمر عمل نفسه مش واخد باله. في الاخر بيوقف اللعب عشان لاعب نادي بيراميدز وقع على الارض مصاب. لاعب نادي بيراميدز اللي اشترك مع محمد مجدي قفشه والمفروض ياخد انذار. طب نفترض ان امين عمر ما خدش باله من القصه دي، فين حكام الفار ولا هم نايمين فوق؟ الدقيقه 72 الهدف الاول لنادي بيراميدز، الفاول بيتلعب وبيتضرب بيه خط الدفاع
الدفاع لعيبه الاهلي كلهم وقفوا ورفعوا ايديهم وقالوا تسلل، ودي حاجه غريبه جدا ما ينفعش تحصل من لعيبه في حجم لعيبه النادي الاهلي. المفروض انت لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب عندك خبره، هتلعب على الصفاره ما تلعبش على توقعاتك. المهم ان احمد سامي لاعب نادي بيراميدز لعب الكره بالهيد، جت في العارضه يقابلها وليد الكارتي ويحطها بدماغه في الجون. ده كله حصل ولاعيبه النادي الاهلي كلهم واقفين ورافعين ايديهم ومش عايزين يتحركوا على الكوره. على قد ما الشناوي يتسأل في الهدف ده، ولكن علي معلول برضه يتسأل بنسبه كبيره جدا في الهدف ده. علي معلول اللي اول ما الكوره اتلعبت رفع ايده وقال تسلل وما كملش مع وليد الكارتي اللي حط الكوره في الجون. المهم يعني ان في 10,000 مشجع من النادي الاهلي في المدرجات، وفي لعيبه في الملعب هتموت نفسها ومش هتخليك تفرح اكتر من دقيقتين. بعد هدف التقدم لنادي بيراميدز اللي كان في الدقيقه 72، ضربه ركنيه من ناحيه الشمال واقف على تنفيذها حسين الشحات. حسين الشحات بيلعب الركنيه، بيطلع ويطير عليها ياسر ابراهيم يلعبها بدماغه عشان يقابلها كهربا في السكه ينكشها برجليه ويحطها في الجون، ويكون ده هدف التعادل للنادي الاهلي. والحمد لله ان امين عمر ما حسبوش تسلل. بصراحه الماتش ده كان خالي من حراس المرمى، سواء المنشاوي بتاعنا او المنشاوي بتاعهم، فما فيش حد فيهم كان موجود، واللي كان بيصد الكور هم اللعيبه. زي مثلا الكوره دي اللي عدت من محمد الشناوي وكانت هتكون هدف مؤكد، ولكن علي معلول بيطلع من الارض ويطلعها بره عشان ترد تاني ويحاول يشتتها حسين الشحات فترجع لرمضان صبحي اللي بيشوطها في الجون، ولكن حمدي فتحي بيطلعها في دقيقه. تخيل كوره اتلعبت اكتر من مره على الجون ومحمد الشناوي ما كانش موجود، واللي بيصد الكوره لعيبه النادي الاهلي. اسد يالا في ايه. المهم يا عزيزي انتهى الشوط الثاني بتعادل النادي الاهلي قدام نادي بيراميدز بهدف مقابل هدف، وبدا الشوط الثالث الاضافي والنادي الاهلي ماسك كوره وعامل خطوره على مرمى بيراميدز. بينتهي الشوط الاول الاضافي وبيبدا الشوط الثاني الاضافي بشويه تبديلات من مارسيل كولر. بيطلع بيرسي تاو وبينزل اليو ديانج، وبيطلع كهربا وبينزل مكانه محمد شريف. وفي الدقيقه 105 مع بدايه الشوط الثاني الاضافي حسين الشحات بيعمل اسيست مفيش اروع من كده لحمدي فتحي اللي بيحطها بدماغه في الجون لحظه خروج المنشاوي من المرمى، ويكون هدف التقدم للنادي الاهلي. الثلاث اهداف اللي دخلوا في ماتش النهارده بسبب حراس المرمى. المنشاوي بتاعهم بيطلع غلط الحمد لله وسجلنا فيه هدفين، والمنشاوي بتاعنا برضه بيطلع غلط دخل فيه هدف، بس الباقي ربنا سترها معاه. بسبب خروج المنشاوي بتاعنا الخاطئ بيراميدز كانت هتسجل فينا جون، ولكن سبحان الله حسين الشحات بتنشق الارض ويطلع منها ويطلع الكرة من على خط المرمى بصدره. محمد الشناوي اللي خلانا مع اي ضربة ركنية ولا اي فاول ولا اي عرضية نحط ايدينا على قلبنا. نفسي اعرف انت بتطلع ليه، ولما بتطلع ما بتمسكش الكرة كويس ليه؟ ما هي حاجة من الاتنين، يا تطلع تمسك الكرة كويس يا اما تخليك مكانك لحد ما نشوف الكرة هتروح فين. لكن تطلع وتسيب المرمى فاضي وما تعرفش تعمل حاجة وفي الاخر تخش جون، ما هو ده ما ينفعش. وانا في نظري اللقطتين دول، اللقطة بتاعت حمدي فتحي وعلي معلول واللقطة التانية بتاعت حسين الشحات، هم دول البطولة حرفيا. اللقطتين دول والروح دي اللي عند لعيبة النادي الاهلي هي اللي جابت لك البطولة. هي دي لعيبة النادي الاهلي وهي دي روح الفالنة الحمراء. وطبعا قبل ما الماتش ينتهي احمد عبد المنعم بياخد كارت احمر بسبب انه ضرب فخر الدين بن يوسف من غير كورة. وبعد الماتش عبد المنعم طلع واعتذر لفخر الدين بن يوسف واعتذر لجماهير النادي الاهلي على الموقف اللي شافوه في الملعب. بس كده كده ما تقلقش يعني، اعتذر مهما تعتذر الغرامة نزلت وهتدفعها يا زميلي. وينتهي الماتش عزيز الاهلاوي بفوز النادي الاهلي على نادي الطموح بهدفين مقابل هدف. يتوج النادي الاهلي ببطولة كاس مصر موسم 2021-2022، وتكون دي البطولة رقم 38 في تاريخ النادي الاهلي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي كانت عاملة ملحمة في المدرجات، وبصراحة البطولة دي تتحسب للجمهور. الجمهور هو اللي قدر يجيب البطولة دي ويحول تأخر النادي الاهلي قدام بيراميدز التعادل، وبعد كده تقدم، وبعد كده نهاية المباراة. طبعا بنقول الف سلامة لكابتن عبد الله السعيد بعد اشتباه اصابته بقطع في الرباط الصليبي. بعد الكرة اللي اتدخل معاه فيها مروان عطية ولعب على الكرة، عبد الله السعيد ما قدرش يكمل الماتش وخرج، وفي انباء بتقول ان في اشتباه باصابته بقطع في الرباط الصليبي. عايز اقول لك ان مصر ما جابتش غير 2 بس بيلعبوا مركز 10، هو الكابتن محمد ابو تريكة والكابتن عبد الله السعيد. ولكن بعد الكرة اللي اتدخل فيها عبد الله السعيد بكل غل وكل غشومية مع كريم فؤاد، وساعتها كريم فؤاد اتصاب بقطع في الرباط الصليبي،
كنت متوقع ان هي دي هتكون نهاية عبد الله السعيد، مع ان عبد الله السعيد كان داخل على كريم فؤاد بغل وكان قاصد يعمل كده، لكن مروان عطية ما كانش يقصد اي حاجة من الموضوع ده ولعب على الكورة. بس في الاول وفي الاخر مفيش شماتة في المرض، فبنقول لك الف سلامة يا عبد الله سعيد وان شاء الله تكون بسيطة. ونسيب بطولة كاس مصر ونخش على الموضوع اللي بعد كده. ليه الاهلي ممكن يتحرم من المشاركة في البطولات الافريقية لمدة 3 سنين؟ وزي ما قلت لك ان العنوان ده انا مش بقوله كده عشان اشدك وتكمل الفيديو للاخر، بس الموضوع ده حقيقي. طبعا كلنا عرفنا ان نادي فيوتشر في بطولة الكونفدرالية اتخصم منه 6 نقط ونزل عليه غرامة 10,000 دولار بسبب مشاركة اللاعب احمد رفعت الغير قانونية، وده اللي بتنص عليه المادة ال5 من قانون العقوبات في لوائح الفيفا. يتم خصم النقط الخاصة بالمباريات التي شارك فيها اللاعب بطريقة غير قانونية وتغريم الفريق غرامة مالية، وده اللي عمله الكاف مع نادي فيوتشر بخصم 6 نقط من رصيده في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية وتغريمه 10,000 دولار. اللي اشتكى يا سيدي هو نادي بيراميدز ونادي الجيش الملكي المغربي، يعني نادي بيراميدز هو اللي اشتكى نادي فيوتشر. وعايز اقول لك ان لو ما كانش حد اشتكى الكاف ما كانش هياخد باله من اي حاجة ولا هياخد اي اجراء. انت طبعا هتيجي تقول لي طب مال الاهلي ومال القصة دي؟ اقول لك خد نصيبك من الفيديو صبر وهتفهم كل حاجة. طبعا كلنا عارفين ان فيوتشر في سنة تانية دوري ممتاز وسنة اولى افريقيا، فاكيد اداريين نادي فيوتشر مش ملمين باللوائح والقوانين بتاعت الكاف والفيفا. فنادي فيوتشر رجع لاتحاد الكرة المصرية بخصوص مشاركة اللاعب احمد رفعت، واتحاد الكرة ادوا نادي فيوتشر الضوء الاخضر في مشاركة احمد رفعت في بطولة الكونفدرالية وقالوا لهم مفيش اي مشكلة. فانت هتقول لي ما هو برضو الاهلي ماله ومال القصة دي؟ اقول لك بقى الحتة اللي جاية دي بتاعت النادي الاهلي وركز فيها كويس قوي. المادة رقم 6 من قانون العقوبات في لوائح الفيفا بتقول ايه؟ بتقول لك يا سيدي ان الاتحاد الوطني لو ثبت تورطه في مساعدة احد الاندية في عملية الاحتيال هيتم ايقاف الاتحاد المحلي من المشاركات القارية لمدة 3 سنين. يعني لو الفيفا او الكاف قدروا يثبتوا ان الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي ساعد نادي فيوتشر في اللي حصل ده هيتم ايقاف كل الاندية المصرية من المشاركات القارية لمدة 3 سنين. يعني النادي الاهلي هيدفع ثمن جهل اتحاد الكورة باللوائح والقوانين. بس لما تيجي تفكر فيها شوية كده هتلاقي ان هو صعب يكون اتحاد الكورة بكل الاعضاء اللي فيه مش عارفين القوانين واللوائح. فانا حسيت ان هي لعبة رخيصة من بعض الناس اللي موجودين في اتحاد الكورة. الاهلي دلوقتي مفيش حد عارف يوقفه عن المشاركات الافريقية والمشاركات في البطولات العالمية. يعني من الاخر البطولات هي اللي بتنده على النادي الاهلي، ولا اتحاد كورة ولا اتحاد رابطة عارفين يوقفوه. ويا عيني نادي الزمالك نايم ننا خالص وكل موسم بيطلع من دور المجموعات. اما بيراميدز فده واحد على باب الله ملوش في الشغلانة اصلا، ودوت راجل على باب الله ملوش دعوه بالسكه. فهم بيجتهدوا بيحاولوا يوقفوا النادي الاهلي بس برضه مش قادرين. فقال لك يا عم هو احنا هنفضل كده كتير؟ طب انا بقى هقفلها على كله ميه ونور، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. هو احنا يعني كاتحاد كوره مش قادرين نوقف النادي الاهلي؟ عمالين نحط له عقبات وهو يتخطاها، نحط له عقبات وهو يتخطاها. وانا يا عم مش هحط له اي عقبات ولا اي حاجه، انا هخرب له الدنيا مع الاتحاد الافريقي والفيفا واخليهم هم اللي يمنعوا الانديه المصريه من المشاركات الافريقيه لمده 3 سنين. المهم يا عزيزي ان ده اعتقادي الشخصي، الله اعلم هي دي الحقيقه ولا لا. ونسيب القصه دي ونروح على مباراه ذهاب دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. مباراه الذهاب اللي هتجمع بين النادي الاهلي المصري ونادي الرجاء المغربي هنا في مصر يوم 22 ابريل. اولا الرجاء دلوقتي في الدوري المغربي حالته مش احسن حاجه ولسه خسران اخر ماتش ب3 اهداف مقابل لا شيء. كمان نادي الرجاء اتصاب منه اهم لاعب في صفوف الفريق هو اللاعب محمد زرويده لاعب خط النص، وفي كلام ان هو اتصاب اصابه شديده شويه في الركبه. وكمان الكاف بيختار طاقم تحكيمي سوداني لمباراه ذهاب دور ربع النهائي بين الاهلي والرجاء المغربي. طبعا كلنا فهمنا اللعبه رايحه فين. ماتش الذهاب اللي هيكون هنا في مصر يوم 22 ابريل حكم الساحه هيكون الحكم محمود اسماعيل وده سوداني الجنسيه، والمساعد بتاعه محمد عبد الله ابراهيم وده برضه سوداني الجنسيه، والحكم المساعد الثاني احمد عبد الرازق من جيبوتي. الدنيا كلها بتلعب على النادي الاهلي وربنا يسترها. مباراه الاهلي اللي جايه عزيز الاهلاوي في الدوري المصري الممتاز هتكون مع نادي فاركو يوم الجمعه 14 فبراير الساعه 9:15. وبكده عزيز الاهلاوي
اهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.